ويا مساء الخير صبايا وأهلا وسهلا بكل حدا عم يشوف الفيديو، ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد. في بداية الفيديو حابة لكم إذا ما انكم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وخلونا بقى يعني نحقق شروط القناة، لأني عن جد حاسة حالي إنه أنا عن جد كتير كتير طولت، يعني بشكل مو طبيعي. أنا ماني زعلانة وماني مقهورة، بس اللي بيضايقني إنه نحن كيف بدي لكم إياها، إنه اللي بيضايقني إنه كيف هيك مثلًا بنكون مستهونين الشغلة، وكتير مثلًا إنه بنحسّها إنه إيه شي بسيط وسهل وما في أسهل من هيك وهيك، بس لمّا بنيجي على قلب الواقع إنه بيطلع الشي كتير كتير صعب، وأنا صدقوني حرفيًا هاد اللي صار فيني. يعني أنا حاليًا ناطرة أحقق شروط القناة، لإني زوجي صار واعدني بأكتر من شغلة إنه قال لي: "خلص تمام أنتِ حققي شروط القناة وأنا راح أجيب لِك إياهن." فأنا إنه بالبداية وقت اللي فتحت القناة كنت مفكرة إنه هذا الشي كتير سهل، كتير سهل راح يكون، بس مع الأسف اكتشفت مع مرور الوقت إنه هو كتير صعب، ويوم عن يوم بيكون الأمر أصعب بكتير، وخصوصي لإنه أنا مثلًا ما باظهر على الكاميرا. يمكن لو كنت باظهر على الكاميرا يمكن من تاني فيديو تالت فيديو كنت حققت الشروط بكل سهولة، بس لإني إنه أنا مثلًا باصور من برات الكاميرا فهذا الشي بيكون كتير صعب علي. فلهيك بتمنى من كل قلبي إذا أنتم منكم مشتركين تشتركوا بالقناة وتتابعوا الفيديو للأخير، وإذا عجبكم الفيديو كمان تحطوا لي لايك وتشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم حتى نوصل لأكبر عدد ممكن من المشتركين. وإذا في عندكم أفكار حابين نصورها كمان كتبوا لي إياها بالتعليقات، لحتى إنه أنا أتعلم منكم وأخد أفكار جديدة منكم. هلا اليوم هيك حبيت أشارككم روتين مسائي، إنه أو شو بعمل أنا لما بكون سهرانة لحالي. هون أول إشي كنت عم حضر العشا، بدنا نتعشى نحن العيلة كلياتنا، فكنت عم حضر العشا. عم أفرم سلطة، كان في عندي أكل جاهز بالبيت. لأنه كيف بدي لكم إنه أنا من الناس اللي يعني لما بيكون عندي أكل جاهز أو جايبة عشا جاهز وهيك بكون مالكة الدنيا كلياتها، لأني حدا كتير كتير ما بيحب المطبخ. يعني أنا عم أحكي لكم عني بصراحة، فيمكن بكرة إذا اتعرفتوا علي أكتر رح تعرفوني أكتر بكتير، رح تعرفوا إنه اهتماماتي كلّياتها خارج المطبخ. وصدقوني صدقوني أنا لمّا باقوم باطبخ بس كرمال ولادي. و وسبحان الله يعني هذا الشي إنه أخدته لمّا أجيت على تركيا، يعني حتى هلّأ رح أحكي لكم موقف يعني كان يصير معي كتير بحياتي. فإنه لمّا جيت على تركيا كتير كتير استفقدت لهذا الموقف. فهون أول شي جيت فرمت السلطة وبدي سخن لحمة بعجين، وراح أحكي لكم الموقف. هلأ أنا عم جهز العشا. من زمان لما كنت بسوريا كانوا ولادي 2 صغار، يعني إنه هن ما في بيناتهم فرق أبدا، فكانوا ولادي ال2 صغار. فاجيت فكنت قاعدة مع أهلي فترة لبين ما نطالع الباسبورات وهيك، كنا مقررين السفر يعني نحن بس إنه بدنا نطالع الباسبورات وهيك. وطبعا رح أحكي لكم قصة السفر كمان شي بشي فيديو، وكمان رح أحكي لكم قصة كتير كتير بتأثر فيني. بس إن شاء الله أول ما نوصل لل5000 مشترك عن جد رح أحكي لكم قصة يمكن مرقت عليها 10 سنين وأنا لساتها بتأثر فيني. المهم هلا رح أحكي لكم عن نهاية الموقف. فكان بابا الله يرحمه، ابني كان بنتي لسه كانت كتير بيبية، ابني كان يا دوب يعني بياكل وبيمشي وهيك. فكان بابا الله يرحمه كل يوم الصبح بكير، بابا من عوايده كتير بفيق بكير، كان يعني هي العادة فيه من زمان كتير يعني. آآ إنه بيحب فيقة البكير وهيك. فكان يعمل فطور لإله، يسمع صوت ابني من الغرفة يدق الباب علي يقول لي أعطيني صناعيل، أعطيه صناعيل، ويضل مع بابا للضهر، بعد الضهر يطعميه، يشربه، يلعبه، ياخده، يمشوره. عن جد عن جد يعني أنا الحمد لله رب العالمين إنه ما حدا إله فضل على ولادي بشي. مثلا بتلاقوا إنه مثلا سته ربته، عمته اهتمت فيه، تركته عند خالته هيك. أنا لا لا لا، أنا ما بحكيها يعني. ولا حدا، لا سته لا عمته لا خالته لا عم ولا أي حدا كان يهتم بولادي، بس بابا الله يرحمه إله فضل كتير كبير على ابني الكبير. يعني إذا بقولكن ساعدني بفطامه عن عن الببرونة الحليب، كان يساعدني يعني
رح احكي لكم قصص عنه عن بابا وابني، انه عن جد رح تقولوا انه مو معقول يكون في رجال، وخصوصي بوضع بابا انا، يعني بوضع شغله بوضع تعبه وهيك. هو بابا ما انه رجال كبير او مريض وهيك، بس انه كان شغله كتير متعب وهيك، وانه وعنده اولاد كتير، يعني نحن 8 اخوات. فكان انه كان إله كتير باله كان كتير كتير طويل، كان كتير يحبه لابني، فانه كتير هيك بقعد بحس بنفسي انه انا كيف كنت انه اتعامل مع انه يعاملني بابا، يعامل لي ولادي، وكيف انه هيك فجأة انحرمنا منه كلياتنا. فهذا الشي عن جد رح شارككم كل يوم، رح شارككم بقصة بين بابا وابني. وفي قصة مؤثرة، يعني إنه كتير بتحس بنفسي. صدقوني أول ما نوصل لل5000 مشترك رح أحكي لكم إياها. فهاي القصة كمان إنه صار مارق عليها، رح يطبقوا ال10 سنين، أنا مستحيل إنساها أبدا أبدا. فهون أنا عن جد بطلع بحالي إنه أنا كيف من كنت حدا غير مسؤول نهائيا، ولا لحدا إنه صرت مسؤول بكل شي. ما بعرف اليوم الفيديو هيك داخل كله ببعضه، لأني أنا بهذا اليوم اللي عم سجل لكم فيه الفيديو، يعني كانت القصة اللي صارت معي كانت مبلشة بهذا اليوم. فسبحان الله هيك إنه بتحسوا الأمور كلها فاتت ببعضها وهيك. فهون مثل ما انكم شايفين، أول إشي عملت فرمت سلطة وعملت عيران، وحطيت اللحم بعجين بالميكرويف سخنته. وطبعا كمان كان زايد عندي فلافلة محشية من اللي عملتها معكم، مو الفيديو الماضي اللي قبله، لأنه طلعنا نحن مثلا إنه نهار الثلاثة أكلنا برا البيت وهيك. فكمان سخنتها حطيتها كمان على العشاء، وجهزت العشاء وهون، وبعدين قمت ضبيت المطبخ كلها وجليت، وقعدت بقى لحالي. العيلة كلها نايمة، يعني حتى يوسف هون بهذا اليوم كان نايم لأنه كان شوي مريض وتعبان وهيك، فكنت لحالي بهذا اليوم. هون قعدت بقى بدي اتابع حارة القبة، وعن جد يعني كيف بدي اقولكن انه هو المسلسل كتير حلو. انا عن جد ما بعرف ليش ما تابعته لحد الان. فاول اشي قمت إنه شغلت حلقة المسلسل، وقمت بدي اعمل قهوة. هلا بقضيها كل السهرة، انه انا هون قررت انه بدي اختم الجزء الاول كلياته، لانه عن جد كتير تأثرت، وخصوصي باللي عمله ابو العز مع ام العز، يعني بدل ما يوقف معها ويساندها وهيك، فكان شالها حبسها وهيك. فانا استغربت يعني انه العقل اللي بيفكروا فيه كيف كان. فهون اول اشي شربت قهوة، بعد ما شربت قهوة حسيت حالي جوعانة، عملت اندومي اكلت، بعدين رجعت حسيت حالي مالة، فشربت اغرب انواع الصودا عن جد. يعني كانت هن كاتبين عليها انه بطعمة الإريك والملح، او اللي نحن بنقول عنه الجانورك او الخوخ الاخضر الحامض. يوسف قال لي لا، هي بطعمة الحصرم. اللي ما بيعرف شو هو الحصرم، الحصرم هذا العنب قبل ما يصير عنب، فبيكون هيك حبات كتير ناعمة، نحن بنقول له حصرم. هون قاعدة كل السهرة شي بشرب قهوة، شي باكل اندومي، شي بفتح صودا بشرب. عن جد يعني كان يعني وحس الوقت ما يمشي. يعني شفت لي شي 6 حلقات 7 حلقات من حارة العز، ولا حارة العز من حارة القبة، وما كان الوقت أبدا يمشي. يعني إنه لحد الآن إنه ما صارت الساعة 12، وأحلى شي طابت ابني. كنت كل السهرة قاعدة أنا عم زاورها وهي عم تزاورني، بدي شيلها واللي بدي أتركها. فبعدين قررت إنه أترك له إياها مكانها، مشان الصبح وقت اللي في يلاقيها قدامه ما يفيق يسألني عن إنه يجي لعندي يفيقني يا ماما وين الطابة وهيك. فخلص اتركوا له إياها قدامه، خليه يشوفها وأنا بضل نايمة.
هون قعدت عم اكل اندومي وانا عم اتفرج على حارة القبة، وعن جد كان المسلسل كتير كتير حلو. هلا حاليا رايحة اختم الجزء الاول، فلسه في عندي الجزء الثاني والجزء الثالث، وانا لحد الان ما بعرف انه ليش كل هالوقت انا ما تابعتهم. هلا انا برمضان عن جد ما بتابع كتير مسلسلات، يعني ممكن تابع مسلسل واحد بس، اللي هي بفترة بين الفطور بين يعني انه بالليل، يعني بعد انه لوقت ما يصير السحور وهيك، ممكن مثلا احس حالي كتير تعبانة او انعسيت ممكن تابع لي مسلسل. بس عن جد بكل رمضان انا ما بيصح لي ابدا ابدا، والحمد لله انه ما بيصح لي او ما بيكون فيها الوقت انه نقعد ونتابع مسلسلات. فبفرح بهاي الشغلة، بس انه إلهم يعني منيح طالع. انا ليش ما تابعته لحد الان ما بعرف. يمكن لانه كنت مايلة على التركي، فهلا لا مايلة على السوري، على المسلسلات السورية القديمة وهيك. وهي هي الصودا عن جد. هلا شوفوا لحد الان الساعة 12 وتلت، وهي هي الصودا اللي كنت عم احكي لكم عنها بطعمة الحصرم. بس عن جد كتير كتير طيبة، ما حدا بالعيلة حبها غيري أنا، يمكن لأني بحب الشغلات الحامضة وهيك. بس إنه هي عن جد كانت كتير كتير طيبة. وهيك كان فيديو اليوم، لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ولنهاية اليوم. وبعرف اليوم الفيديو هيك داخل ببعضه، لأني أنا كلي على بعضي داخلة ببعضي، يعني ماني على طبيعتي أبدا، لأني عن جد بهاي الأيام الحمد لله رب العالمين. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ولنهاية اليوم. بحبكم كتير، بشوفكم فيديو جديد ويوم جديد. سلام.